السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. مرحبا بكم من جديد في قناتي أميرة المطبخ في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون شوية مختلف، ماهوش على الطبخ، راح يكون تعريفي أكتر. راح ندير لكم كيفية تقطير الورد، راح نهضر لكم تاني على كيفية الاحتفاظ به، وش هي اهم العادات القسنطينية اللي نديروها في نهار التقطير. بما انه قسنطينة مشهورة بتقطير الزهر والورد في فصل الربيع، فراح نحكي بشوية على هاد العادة المليحة. مالا تبعوا لا فيديو حتى للاخر، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم، واذا كنتوا تعرفوا معلومات اخرى على التقطير ما تنساوش تعلقوا لي. وبسم الله نبداو. انا هنا كنت شريت ورد طبيعي كيما راكم تشوفوا، شريت يتباع بالمكبه. واش معناتها المكبه؟ هي كميه الورد اللي عاده تجي قد السيار نقولوا لها المكبه. وفي التقطار تاعنا لازمنا نكيلو الورد ولا الزهر بالسيار. كي نكيلوه بالسيار لازم يكون معمر مليح، هذه نقولوا لها التجويزه. قبل ما نقطروا ديما لازمنا ننويو الخير، ننويو الفال المليح باش ربي ينعم علينا ويرزقنا بالخير ان شاء الله. دركا هذه البرمه تاعي تاع التقطار. دونك الطابونه تاعي درت لها الملح، شويه سكر مسك، وشعلت العنبر تاعي، وجيت هنايا باش نكيل الماء اللي نحطو في البرمه. الماء انا كيلت بالمعصم، يعني في التقطار حنايا نديرو بالمعصم، نحطو الماء قد المعصم تاعك كيما شفتوني، مع سيار معمر من الورد، يعني مشوشي بالورد. حتى الورد الله يبارك عبق كامل دار بالريحه. دوك كيما راكم تشوفوا فيا راني ندخل فيه في الماء هذاك مليح بيدي برك. كيما قلت لكم لازمكم تنويو. انا هنا كنت نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ونكبر تاني. جبت كميه من الملح، كميه تكون مليحه، ونبدا نسبع، ندير يعني 7 دورات بيدي، ونصليو على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونرمي الملح في البرمة تاعي. وهذا هو الورد تاعي الله يبارك. دركا نقفل البرمة تاعي بالكسكاس، ونزيد نقفلها مليح بالطرف تما باش ما تخرجليش الريحه، ونعمر الكسكاس هذاك من فوق بالماء. الكسكاس جايه عنده غوبيني، كيما يسخن الماء لي من فوق نفتح الروبيني هذيك يهبط الماء السخون، ونعاود نعمرها بالماء بارد. دوك نجيو للعاده اللي نديروها في نهار التقطير، هي الطمينه الحر. هنايا عندي دقيق الفرخ، يعني الدقيق هذا رقيق خلاص، حطيته في مقله ونشحط فيه شويه برك، يعني باش تروح له الريحه برك تاع الدقيق، ما نخليش لا كولور تاع الدقيق تاعي تتبدل ولا تحمر. هذه هي. ونحتاج تاني في الطمينه الحر نحتاج عسل حره وزبده بقرات، يعني على هذه يقولوا لها الطمينه الحر، طمينه التقطار. هنايا راني نعت لكم البرمه تاع التقطار كيفاه راهي، راكم شفتوني كيفاه عمرتها بالماء من فوق ودرت لها طورشون. كيما شفتوني النار دليله خلاص، يعني مشعله غير على الجوانب وتكون دليله. وهادو القطرات الاولين تاع ماء الورد اللي هبطوا لي، يعني القطرات الاولين نقولوا لهم راس القطار، يجيونا من سيار ورد، تجينا اطره ونص راس قطار، والزوج ليطرات الاخرين ما ورد عادي، بصح ليطره الاولى تجي لو فغي وليكستري تاع الورد. هذه هي. هنايا راني حطيت العسل والزبده مع الدقيق تاعي، قاعده ندير في الطمينه، كنت نقطر ونخدم فيها او ميم طون كيما راكم تشوفوا. دخلت الزبده مليح والعسل في هذاك الدقيق، ودوك لميتها كيما راكم تشوفوا، قطعتها ونقدمها مع صينيه القهوه اللي كنت حضرت فيها شويه مقرود، شويه غريبيه، درت تاني قريوش، يعني حوايج سامبل برك مع الطمينه. ودرت قهيوه الله من السما ما زهر. تاني نسيت ما قلت لكمش، الطمينه درت لها شويه ما ورد كيما لميتها. وحنايا ديجا كنت قطرت المكبه الاولى تاع الورد، وحطيت المكبه تاعي الثانيه، يعني كم تشوفوا في القاعه يتبان لكم المغلفه الله يبارك، مع ريحه الورد اللي عبقت الدار، يعني ما شاء الله. هنايا كنت نست قهوه انا وماما. وهذه هي الصينيه سامبل كيما راكم تشوفوا،
الحاجه المليحه انه لو سونس فاميليال. ثاني عاده هي انه القطرات الاولين تاع ماء الورد نرشو بهم الولاد الصغار، نرشو بهم الدار للفعل. هذه هي. يعني انا كنت قطرت الورد بزاف للدار، وعندي تاني طلبيات اللي ختمتهم تاع الورد. واذا حبيتوا تكومونديو عليا الورد ما تنساوش تكونتاكتيوني في الانستغرام ولا فيسبوك، نخلي لكم لو لين تاعهم تحت لا فيديو. وهذه هي الكميه اللي كنت قطرتها من الورد، راكم تشوفوا الله يبارك. وباش نحتفظوا بماء الورد لازمنا نحطوه في الشمس باش يتعتقلنا مليح. وتاني قفلت القرعه تاعي مليح بالغطاء تاع الفلين وباللصقه هذيك تاع الالومنيوم هكا باش نضمن انه ما تخرجنيش الريحه وما ينفلش. وهذه هي الورد تاعكم على قد ما يقعد على قد ما يزيد يتعتق وتزيد الريحه تقوى فيه. يعني حنا ماء الورد نخدموا به في قسنطينه بزاف في الاطباق تاعنا، يعني من المشلوش للطبيخ، طاجين العين، شبح الصفرة، حتى في الحلويات بقلاوه، القطايف، طمينة اللوز، طمينة المغرف. يعني هاد الحلاوات يعني القسنطينيه بكل تقليديه تقريب فيهم ماء الورد. وهذه هي وصلنا لافان تاع لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاعي تاع نهار اليوم. ما تنساوش تعلقوا لي وتردوا لي بارائكم وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. نبقيكم بالخير والى فيديو اخر ان شاء الله.